السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا المشمش في منام العزباء. تفسير حلم أكل المشمش للعزباء. عندما ترى العزباء في منامها أنها تأكل من ثمار المشمش فإنها تتمتع بالصحة الجسدية والنفسية، وتشير الرؤية إلى العلاقات الاجتماعية الجيدة والتفاهم والتعاون مع الآخرين واستقرارها العائلي والعاطفي والنفسي والمالي على مدى الارتباط بين الحالمة وعائلتها وأصدقائها. أما المشمش المجفف في منام العزباء يدل على تربيتها الحسنة وتهذيبها وحسن أخلاقها، وتشير إلى التحسن الواضح والملحوظ في الحياة المعيشية والأحوال المالية، وترمز هذه الرؤية إلى الستر والعفة والشرف وإلى الارتباط القريب ومعرفة زوجها المستقبلي بإذن الله تعالى. شجرة المشمش في المنام للعزباء فتشير إلى مجموعة من التغيرات الإيجابية والتطلع نحو المستقبل وإلى أجواء التعاون والتفاهم مع الأشخاص، وأيضا حصولها على مال ورزق وقدرتها الكبيرة على تخطيط وتنظيم مستقبلها والتحسن الكبير في تطوير العمل وتقدمه. وتشير أيضا شجرة المشمش إلى أنها شخصية قوية يعتمد عليها. أما رؤية المشمش الفاسد في منام العزباء ترمز إلى سوء الأحوال المادية والتدهور في الحالة النفسية والمعنوية، يأس أو إحباط أو فشل أو ضغوط كثيرة عليها. ترمز أيضا إلى مرورها بوعكة صحية، وقد تتعرض لبعض المواقف المحرجة أو السيئة في حياتها. المشمش الأخضر أو الأحمر أو البرتقالي في منام العزباء يدل على النجاح والتفوق، التقدم على الصعيد المهني أو على الارتباط والزواج على الصعيد الشخصي. وتدل هذه الرؤية أيضا على التحسن الملحوظ في الأوضاع المعيشية والمالية للعزباء وعلى الحيوية والنشاط والفرح والسعادة. رؤية المشمش بهذه الأوان ترمز للرضا بقدرها ويقينها بالله تعالى وعلى المستقبل الواعد والمشرق الذي ينتظرها. مربى المشمش في المنام للعزباء تشير إلى البشرى في جميع أحوالها، قد يكون مال، رزق كبير، قد يكون مكانة اجتماعية مرموقة، ترقية في العمل، التمتع بعلاقات إنسانية طيبة مع الجميع، رزق حلال يجلب الخير والبركة على صاحبة الرؤية. شراء المشمش في المنام للعزباء دلالة على العمل والتجارة، شراء المشمش وأكله وكان هذا أوان نضوج المشمش إشارة إلى حصاد الخير والتجارة الرابحة والنجاح للطالب والترقية وراحة نفسية وعاطفية إليها بإذن الله. قطف ثمار المشمش من على الشجر فإنه دلالة على الجد والاجتهاد في عملها وحصولها على ترقية ومكانة عليا. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.